يا مساء الانوار. اوقات كتير في الشغل الاكسل بيرمي في وشك غلط من اللي يبوظ لك المنظر، وطبعا المدير لما يشوفه يبص لك وكانك وقعت السيرفر. عشان ما يحصلش معاك حاجه زي دي جبنا لكم النهارده المعادله اللي هتسندل معاك قدام اقسامك في الشغل، معادله اف ايرور. نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع. بص كده معانا شويه البيانات دول، ولو لاحظت هتلاقي ان في عندنا شويه اخطاء موجوده الاكسل مطلعها لنا ومخليها شكل البيانات وحش. عايزين نعدل الموضوع ده، فهنعدله عن طريق ان احنا نستخدم معادله اف ايرور. فانا عندي هنا الكميه وعندي هنا التوتال اماونت اللي هو اجمالي السعر بعد البيع، فما عنديش برايس بير يونت. يا جدع والله من وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. فبالتالي قسمت التوتال اماونت على الكميه عشان اطلع السعر بتاع القطعه. بس هلاحظ ان في عندي كميات بالصفر، فبتطلع لي المعادله بالمنظر ده. فعشان المنظر ده ما يطلعليش هبتدي اكتب معادله اف ايرور، وبعد كده اكتب المعادله بتاعتي عادي اللي هو هقسم اجمالي السعر بتاع البيع على عدد الوحدات المباعه. وبعد كده لو الفالوي ايرور هقول له طلع لي من خليه فاضيه مثلا، او هقول له قول لي ان الكميه صفر وادوس انتر. نكرر المعادله بتاعتنا، هلاقي عند الحاجات اللي كمياتها صفر بدل ما كان مطلع لي شكل الخطأ اللي كان موجود الاول طلع لي ان الكميه صفر. وممكن بدل ما اكتب له ان الكميه صفر ممكن احط له علامتين التنصيص مفيش ما بينهم حاجه، بحيث ان هو يطلع لي الخليه فاضيه. وهدوس له انتر واكرر المعادله بتاعتي هلاقيه مطلع لي الخلايا فاضيه. طيب مش محتاجه حاجه يعني. هنا انا عامل اندكس وماتش. هنا انا عامل معادله اندكس وماتش عشان بناء على الكاستمر اي دي يطلع لي البرودكت كاتيجوري، وما استخدمتش معادله فلوك اب لان الكاستمر اي دي بعد البرودكت كاتيجوري. فهنا عشان مش موجود عندي قيمه هو مطلع لي العلامه دي، بس انا مش عاجبني منظر العلامه دي. عايز لو انا مش كاتب حاجه او لو الحاجه مش موجوده اظهر لي يا سيدي ان الخليه فاضيه ما فيهاش اي حاجه. فهاجي برضو هنا قبل المعادله وهروح كاتب معادله اف ايرور، وفي الفالوي هسيب المعادله بتاعت اندكس وماتش زي ما هي، وبعد كده هروح مديله علامتين تنصيص عشان يطلع لي الخليه فاضيه. وبعد كده اقفل المعادله بتاعت اف ايرور وادوس له انتر هلاقيه راح مطلع لي الخليه فاضيه. اول ما انا املى هنا يبتدي هو يملى معايا الخليه دي ما فيهاش حاجه، يبقى هو هنا ما فيش عندي حاجه. ودي باختصار معادله اف ايرور. فالخلاصه لو عندك غلطات في الاكسل او الاكسل كل شويه بيديك ايرور استخدم معادله اف ايرور تسهل عليك الموضوع ده. وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، واستنونا في فيديوهات تانية. سلام.